يلا سير رشيد نبداو بسم الله. بسم الله. سير رشيد قول لي أول حاجة نبداو بها هي أنك بالنسبة للشباب في الدالة العام اللي فات عاش على إيقاع ديال النزول. هذا العام عنده إيقاع آخر. هو أشنو الأهداف ديالهم الشباب باغيين تصعدوا أو لا؟ صراحة المكتب المسير دار اللي عليه مع الأزمة المالية اللي كاينة. نعم. ولكن تضحيات الحمد لله للفريق الوحيد اللي يمكن تراتيب شهرين ما كيسالش. اذا الناس راه كتحامى وكتسلف وبطريقتها الخاصه. اذا الطموح ديال المكتب راه طموح مشروع. الوقت فين غيشوف بان كاينه سيوله ولا فائض راه يمكن الاهداف تبدل. ولكن الحمد لله حنا دابا حاجه وحده اللي درناها هي الطمأنينة ديال النادي في القسم الوطني الثاني. اذا لا طمأنينا على النادي في القسم الوطني الثاني ولا نادي محترم. انت تشوف لي دابا مع النادي الاولمبيك خريبه في هذه المقابله تقريبا بجوج اللاعبين اللي لعبوا الشوط الثاني كلهم ولاد سادله من فئه الشبان اللي وصلوا دابا ليكيب بريمير. زيد 93 عندنا وزيد 94 راهم لعبوا. اذا هذا ربح الفريق باش الدراري هادو اللي جاو هادو ما يلعبوش تحت الضغط، وهذه من الاهداف الاولى. اما الى بان الفائض وبانت السيوله موجوده فالاهداف تتكبر حتى هي مع النادي. سي رشيد، كيفاش كتقيم ديالك الاداء والمردوديه ديال الفريق خلال هذا الشهر الاول من البطوله؟ صراحه العام اللي فات خوفنا. ولكن فاش جيت لعند الفريق لقيت لوساتور كاينه ولاد الفرقه باش مبنيه غير كانوا شويه ديال الضغط. وحاولنا نجتهدوا بالميزات اللي عندنا ما نمشيوش نفوتوا الجهد ديالنا. اذا لعبنا باحتياط واحترمنا الخصوم ولكن لعبنا بالمؤهلات اللي عندنا ما نفوتوهاش. الا ربحنا كنعاود كنسدو. الا جبنا نتيجه ايجابيه من برا والحمد لله تقريبا الشطر كاع اللي دوزت معاهم خسرنا مقابله وحده هي مع الاتحاد البيضاوي. وهذا العام هو الشطر كامل خسرنا مقابله مع اتحاد سماره غير الشتاء والبرد. هذا هو اللي عند الفريق لوساتور ديالو والتركيبه البشريه ديالو والنهج التكتيكي الحمد لله. حتى ليكيب بي رسمنا لها نهج هي حضرته ولات كتلعب به وان شاء الله نشوفوا المستقبل هانيين. ولكن الاهم هو نكونوا فريق محترم في القسم ماشي مهدد. كيفاش كتشوف السي رشيد هذا التوقف ديال البطوله في هذه المده بالنسبه لكم كمدرب وبالنسبه للفريق ديالكم، خاصه ان البطوله كتعرف واحد السخونه في واحد المده يعني كيتعود على الجمهور لا اللاعب لا المدرب. كتلقى هذا الساتيك كتشوفوا واش ايجابي ولا سلبي بالنسبه للبطوله؟ وهو مع هذه المشاكل اللي وقع في الجامعه والتاخير ديال الدفعات ديال المنح هو راه لا يوازي الطموح ديال النوادي كلها. راه باش تعرف بان راه كلهم كانوا غادي يوقفوا ما كانوش غيلعبوا. ولكن في المصلحه العامه كون كتبقى امور هانيه هادو مقابلات كتبنيهم باش تشوف المحيط ديالك وتشوف ليفيكتيف اللي عندك. اذا هاد لي شحال مادام داروا فيهم شويه ديال التحفيز اذا انت هي راه حاجه بينيفيك لك. غير الكلوب مع الضائقه راه ماشي محله يمشي يلعب ويمشي يخسر واحد 50,000 درهم ولا 60,000 درهم وهو راه يمكن 60,000 درهم يقدر يديرها في بلادو ولا يدير ماتش اميكال في بلادو ويريح. سي رشيد، كيفاش تشوف الظاهره ديال تغيير المدربين؟ 10 المدربين في القسم الاول اللي بقاو دابا بحال التغيير ديالهم فرق، يعني واش هي ظاهره ايجابيه بالنسبه للمدربين؟ ظاهره غير صحيه. لان فاش كتثق في واحد الاطار وكتمشي كتعاقد معاه كتعاقد مع الاساس باش يبين لك اش عنده وتعطيه الفرصه الكامله. انا ولينا بين عشيه وضحاها كنمشيو مع النتائج. واش هذاك اللي غتجيب زعما غادي يخلق عنده العصا السحريه؟ انا فاش كنطيق في اطار كنتعاقد معاه خاصني نحميه لان لا بد غادي يثيق في راسو ولا بد غادي اذا رشيد كنتخلى دابا المكاتب المسيره بيان سور هي اللي خصها المكاتب المسيره غدا مع الريزلتا. رشيد الحريري راه ولد البلاد وكل ما كانوش نتائج كون عنده مشاكل هذه سيستم. ولكن ثقه في النفس ولا كونفيونس اون سوا ولا كونفيونس اون جروب. الفوكابيلار ديالي المحادثه ديالي مع اللعابه عرفوني انسان ديال الرياضه وديال كره القدم. اللعابه كيثيقوا فيا ثقه متبادله. انا كنحميهم من ناحيه الماديات ديالهم وكنمشي كنكون بورت بارول ليهم وهما شافوا هذا الجانب وشافوا العمل ديالي. العمل ديالي خفيف ظريف ولكن فيه فرونطال. ولكن خلينا ناخذ لك شي اختلاف ديك السي رشيد. يعني تادلا يعني شباب تادلا عاش واحد الفتره يعني واحد في القسم الوطني الاحترافي الاول
دابا ربما كيطمح، ولا كان الطموح ديالو يقدر يوقع بين شي وضوحه. واش كاين شي يعني مسايره ديال باش، ولا استعداد يعني كما تنقولوا حنا مادي معنوي باش هذه المره ما يوقعش في نفس الاخطاء اللي وقع فيهم في الدوره الأولى؟ الحمد لله دابا الكره عند المكتب. حنا دابا باش نكون عندنا الطمأنينة ديالها حسابيا خاصنا واحد 10 ديال النقاط. عندنا 10 ديال النقاط في الايام غتكون مهمه ان شاء الله، ويمكن تعطينا طمأنينة. المسائل اللي هي مشروعه بين الاهداف ديال القسم الوطني الاول، هذه اهداف كبيره. خاص تسمى نادي، ماشي كلوب شباب قصة، نادي مؤطر مهيكل، لا في الفئات ديالو ولا في المؤطرين ديالو، وراسم شنو هو احتراف. الا رسمنا هذا الشيء هذا وكانوا الناس في مستوى، كنتمنى بان الناس ديال قصة بان كاين الطموح وكاين العزيمه، خاص الظفر الاول. سي رشيد، كيفاش كتشوف دابا المسار ديال المنتخب ديال المحليين؟ كيفاش كتشوف؟ صراحة كنت ضيف على راديو مصر الجمعة وطرح لي مشى الفريق الوطني بدون حماس، لا إعلام ولا مؤثرين، وحتى الخداع ديال الناخب من عند يشجع بالتأخير. ولكن الميزة هو اللاعبين، من خيرة اللاعبين اللي كاين في البطولة واللي ممارسين. على ساتشير بناها من فريق الرجاء، تقريبا اللاعبين الاخرين كانوا مجربين. اذا اللاعب الكاليبر دو جوور الى لا، نتمنوا لهم التوفيق باش يثقوا في راسهم، لان مشاو منهزمين نفسانيا. كيفاش كتوسع هذه المرحله الثانيه ديال البطوله باش يعني النظره ديالك؟ النظره ديالي هو الفريق ديالي غيلعب مرتاح، لان كان 3 سنين هو كيلعب قاب قوسين ادنى للهواد. الشبح ديال الهواد الحمد لله حنا بدينا كنزولوا فيه. اذا الثقه غترجع للكلوب، والكلوب غادي يدير لو ستاتي ديالو والكاشي ديالو ديال الكره. كنشكرك سي رشيد. سؤال مهم غادي نطرحه سي رشيد. دابا كنشوفوا نظام كرة القدم الوطني دخل الاحتراف هذه تقريبا هذا السنه الثالثه. كيفاش كتشوف واش كاين فعلا احتراف؟ هو الاحتراف خاصو يكون، والاسم خاصو يكون، وخا يكونوا اغلاط، لان دول اخرى سبقونا حتى هما تعطلوا شي شويه. ولكن حنا اللي بغينا نخوفوا منه هو هاد العقود وهو هاد الاطور. واش حنا غندير خلقنا الاحتراف باش تولي عندنا الجامعه الملكيه ديال المحكمه ديال اللاعبين وديال الاطور؟ خاصنا نزيدو قدام اللي عنده شي حاجه خاصو يزيد بها. الا غنقولوا احتراف خاصنا نيكو على لوفولي محكمه، والعام ما تخلص واطار ما تخلص ونوليو عندنا مهزله. الاحتراف خاصنا نمشيو للبنود ديالو الاساسيه. البنود الاساسيه هي خاص نحمي بطوله احترافيه. بطوله احترافيه خاصها تتماشى مع المحيط. اذا المحيط الاحتراف فيه بزاف ديال الحوايج ناقصين فيهم، ولكن تنتمناو بان غادي نكونوا في الوقت من هنا 1 3 سنين و 4 سنين. كلمه ختام كنشكر الاستجواب ديال مع الصديق ديالي والصديق ديالي اللي كنتشرفوا بهذا الاستجواب وهذا اللقاء العميل، وكنتمناو ان شاء الله نتلاقاو في شي فرصه اخرى ان شاء الله. وتنتمناو خص هذا المزيد من الازدهار، وتنتمناو تكون قاعده جماهيريه ومكتب المستوى يزيد ثاني كبر باش يمكن يدير اهداف. الا دار اهداف يمكن غنتماشاو معاهم. وانا راه الاشاره ديال